في بداية اندلاع الحراك العربي، الحراك الاحتجاجي الجماهيري العربي، وتبلور ديناميته الاحتجاجية بشكل تدرجي وتوصلها إلى نتائج في البلدان التي نعرف والتي نتحدث عنها. كان الرهان في لدى الكثيرين ولدى الكثير من الملاحظين والمفكرين والمراقبين بأنه هذا الحراك يتوجه ويتجه نحو من جهة طبعا إسقاط الدولة الاستبدادية العربية، والبداية بإنشاء دولة حديثة عصرية قوامها الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل. وهذه الرهانات كانت قوية في مراحل معينة، لكن دينامية التحولات وخاصة بعد إسقاط بعض الأنظمة الاستبدادية في مصر وتونس وليبيا وأيضا اليمن، وتوجهت هذه الأنظمة الجديدة نحو بناء الدولة الجديدة والكيان السياسي الجديد. تبلورت هذه الفكرة ديال فكرة إنشاء أو إرساء معالم أولية للديمقراطية، وكان هذا شيئا إيجابيا باعتبار أنه يدل على أن هناك أمل. الديمقراطية كانت أمل وأيضا حل، وكانت تبشر بتحولات أخرى في اتجاه تعميق التحديث السياسي وضبط مسألة السلطة للحد من إمكان عودة الاستبداد إلى هذه المجتمعات. طبعا بعد الانتخابات التي جرت في مصر وتونس والمغرب وأيضا في ليبيا وفي العديد من البلدان، تبين بأن التوجه التاريخي العام في هذه البلدان هو نحو إنشاء نظام ديمقراطي، ولكن اتسم بصعود الحركات الإسلامية في هذه البلدان بالدرجة الأولى. هذه النتيجة التي ربما لم تكن متوقعة بنفس الدقة أحدثت نوعا من التساؤل وطرحت قضايا كبيرة. الدولة، ما علاقة الدولة الحديثة التي يراد إنشاؤها؟ هل هي دولة مدنية أم دولة دينية؟ هل هي دولة ستسعى إلى تطبيق الشريعة؟ وما هو مفهوم الشريعة لديها؟ وما هو نوع الديمقراطية التي ستنشئها أو التي عبر الكثير من الإسلاميين أو الحركات الإسلامية عبروا عن ترحيبهم بها وقبولهم لها كلعبة سياسية وكآلية انتخابية؟ وطرحت أيضا مدى حدود هذه الثورات ومدى مشروعيتها ومدى قدرتها على إحداث تحولات عميقة في المجتمع في اتجاه التحديث السياسي والتحديث المجتمعي.